يعني انت شايف ان من الضروري ان يصمم الغلاف فنان. فنان اكيد. فنان. عايز اسالك على فكره النوعيات اللي ظهرت مؤخرا من مم. اغلفه الكتب. احيانا بنلاقي كتاب هو لون واحد، مم. وايت او اوف وايت، جميل. وعليه استريبة من فوق بلون مختلف، مم. عليها اسم دار النشر، مم. وبعدين شريط على الجنب، ومجرد اسم الكتاب. مم. ده ظهر جديد في السوق المصري، والحقيقة لقى شكل من اشكال الاقبال. الناس عجبها الستايل ده، رغم ان هو احنا اتعودنا على رسم شخصيات اه. بشكل عام. يعني لو هي رواية برسم مم. ربما ايوه شخوص ايوه. هذه الرواية. لو ديوان شعر اعمل النيل، وعارف انت الصور اه التقليدية اه اه. للأغلفة دي. انت ايه رأيك في التصاميم الجديدة للأغلفة؟ هو موضوع القط والحاجات البسيطه دي طبعا جميله جدا، وانا عن نفسي بحبها قوي يعني وبشجعها. مم. بس للاسف الذوق العام عندنا دلوقتي في مصر، او ان انا الكاتب او دار النشر بيخاف دايما يخرج بره الاطار الموجود. مم. يعني شايف مثلا دلوقتي خلاص كله بدا يستخدم تكنولوجيا، وبدا يستخدم صور، وبدا يستخدم تدرجات لونيه. مم. فخلاص الكاتب خايف ان هو مثلا يعمل حاجه مرسومه او حاجه فيها زي ما انت بتقول حاجه سيمبل قوي كده، فيخاف ان هو يخرج عن الاطار او حد ينتقده فيه انتقاد سلبي بعد كده. مم. فاهم قصدي؟ مم. لكن الشغل ده موجود وجميل وانا بحبه، وفي حاجه عاملها قريب عملتها بس لسه ما نزلتش يعني، وعامل فيها الشغل ده. بس مم. ده عشان الكاتب نفسه مم. لقيت منه ترحيب بالفكره، ولقيته فعلا مم. حابب الكلام ده يعني. هو انت ممكن يا كريم تعمل تصميم للغلاف، وبعد ما تعمله يحصل اعتراض من المؤلف او من دار طبعا النشر فتضطر تغيره؟ بيحصل كتير. يعني ما بيبقاش فيه اتفاق بينك وبين المؤلف او صاحب دار النشر على خطوط عامة للغلاف؟ لا في هو الاول لا. بيسيبك خالص وبعد كده يشوف اللي انت هو عملته؟ بيبدأ يديني مثلا الرواية أو الكتاب بتاعه أو الديوان أو حاجات زي كده، ببدأ أقراه، أشوف إيه الحاجة الكويسة اللي أنا ممكن ألعب عليها، الحاجة اللي ممكن أطلع منها حاجة للغلاف. بعد كده بقى عادي اللي هو ببدأ أرسم له سكتشات، أبدأ أدور على صور وحاجات للسكتشات دي، وأبدأ أعمل تجربة أو اتنين أو تلاتة يعني. ما بعملش واحدة. واحدة دي تبقى قليل قوي. بعد ما بخلص التجارب بقى بيبدأ هو يقول لي، ممكن ساعات يقول لي لا ده كله مش عاجبني، لا انا مش عايز غلاف يبقى فيه كذا كذا. ساعتها بقى بيبقى فيه حل وسط بين احنا الاثنين، بيبقى فيه اتفاق. اه. مثلا ده كويس بس هنزود فيه كذا، او لا ده مش كويس. وبنبدأ نوصل لحل طب وسط. خليني يا كريم بقى اخدك لفكره الفن التشكيلي. ماشي. فكره الفن التشكيلي ابعد ما يكون عن اللي انت قلته. يعني انا كفنان بعمل عمل حتى لو كان تصميم، مم. انا لا اقبل ان حد يجي يقول لي لا وحش، لا غير، لا شيل طبعا دي، لا حط دي. طبعا. عايزك تحط لي الخطوط الفاصله بين الفن التشكيلي في صورته النموذجيه كيفما تراها، وبين ممارسه عملك كمصمم اغلفه. يعني في تصميم الغلاف فين الصنعه، وفين لقمه العيش، وفين الفن بقى؟ مم. جميل. افصل لي بينهم. جميل. بالنسبة للتصميم طبعا، التصميم الجرافيكي والكمبيوتر والتكنولوجيا والكلام ده، اللي انت بتقول عليه اللي هو بتاع لقمة العيش وبتاع الصنعة ده في استخدام البرامج بس. يعني في ممكن حد معاه برنامج بس ما عندوش الحس الفني او معهوش ده، طبعا فطبعا ما يقدرش يعمل بيه حاجة. البرامج في كل حته دلوقتي. بالظبط. يعني البرامج بمثابة الورقة والقلم والالوان والجومة والحاجات اللي بشتغل بيها مم. في اللوحة، هي الحاجة اللي بشتغل بيها في التصميم. مم. بعد كده بيختلف طبعا بقى في الفن وفي الذوق وفي الحاجات دي. بالنسبة للفن التشكيلي، انت زي ما انت بتقول اكل العيش والصنعة والحاجة دي فيها. فالفن التشكيلي بيبقى الماديات فيه بتبقى بعيدة شوية مش قريبة يعني. مفيش مثلا فنان بيشتغل بيعمل مثلا معرض كل شهر او مثلا كل 3 شهور، لا هو ممكن يعمل كل سنة كل سنتين، والعائد المادي بتاعه بيجي برضو بعدها، عشان ده ممكن بعد سنة اللوحة دي بعد 3 سنين بتبدأ تتباع بسعر معين. اللوحة دي ممكن ما تتعرفش ولا تتباع ولا الفنان ده يتعرف غير بعد ما يموت، زي فنانين كتير نعرفهم. فال فالتصميم او اغلفه الكتب او الحاجات دي بيبقى عائدها المادي مستمر اكتر طبعا. وبتبقى يعني فيها تواصل شويه. بس مساحه الابداع فيها محدوده على يعني لحد مقارنه دلوقتي بمقارنه اه. بالفن التشكيلي وبالالوان وبالفرشه طبعا محدوده. مع العلم ان التاني هو الاصل وهو القديم وهو المفروض مثلا حد يقول لك لا التكنولوجيا دلوقتي هي هتمحيه او حاجه زي كده، لا بالعكس تماما يعني. يعني انا اقدر اقول يا كريم ان هي مهنه قائمه على الفن التشكيلي.
مهنه قائمة على لكنها فن ليست التشكيل. فنا صرفا من قبل الفنان. من قبل الفنان. لان انا لو اعتبرت ان التصميم بتاعك عمل فني، مش هقبل ان لا صاحب دار النشر ولا صاحب الكتاب يجي يقول لي لا عدل لي ولا شيل لي ولا موضوع حط التعديل لي. ده بيبقى للماده مش اكتر. لكن بالظبط. يعني وساعات على فكره ساعات بيبقى في تعديل، بيبقى فعلا انا بشوف ان هو فعلا كان عنده حق فيه، ان انا مثلا قريت حاجه غلط او مثلا فهمته في نقطه غلط، فاللي هو مثلا عايز يعمل الغلاف عملته عدواني شويه او في حاجه معينه شويه، فلاقي لا ان هو الرومانسيه بتاعته وصلت له ان انا افهمه كده. فاهم قصدي؟ طيب كريم، انت ليك نمط مميز جدا في تصميم الاغلفه بتاعتك. انت ما بتعتمدش على الرسم، انت بتعتمد على وجوه وبعدين تشتغل عليها من خلال برامج الجرافيكس. كلمنا عن هذا النمط، نمط كريم آدم في تصميم الغلاف. جميل. هو في اولا موضوع الرسوم في الغلاف ده قيم جدا وانا بحبه قوي. يعني مثلا زي ما عملت بتاعت حدوته عبريه، لو يا ريت توريه لنا. حدوته عبريه الحقيقه انا ما قريتوش يا كريم، قول لي ده مجموعه قصيه ولا هو روايه؟ حدوته عبريه هي روايه للكاتب مصطفى فتحي والكاتب تامر جابر. تجربه نشر مشترك يعني. واحنا يعتبر اول مره في مصر نعمل فريق عملي يشتغل في كتاب يبقى 3. وعلى فكره هي كانت معانا على الشاشه، يا ريت نشوفها تاني اذا سمحتوا. حدوته عبريه. هي مصوره يعني من جوه في مشاهد كتير انا راسمها. هي معانا والغلاف نفسه ده مرسوم، دي الوان اكريل وفيها فوقها اقلام وحاجات زي كده. فده برضه ما كانش من الاول ما عملتهاش، لا برضه بدانا نتفق عليها وبدانا نشوف هنحط ده ايه وهنعمل ده امتى. يعني النوع ده انا بحبه جدا. بحبه اكتر من النوع اللي هو الصور وابدا اشتغل عليه. بس طبعا متطلبات السوق دلوقتي الحاجات دي بتاخد وقت طويل. يعني دي كان لها وقت ان انا بشتغل مع تامر ومصطفى واخدنا وقت يعني اثناء ما الروايه بتتكتب انا ببدا برسم معاهم وعايش معاهم في الروايه. يعني غير كده بالنسبه للتصميمات مثلا اللي فيها صور، فلو شفنا مثلا حاجه زي مسرحيه مثلا هنا. مسرحيه ده من الادب الساخر. ده من الادب الساخر. عامل حاجه شبه كده مش كده؟ ما انا هفهمها لك دلوقتي. انت لو ركزت فيها شويه هتجيبها. يعني هو بيتكلم عن وجهتين نظر. وجهه نظر بتقول ان مصر حيه، اللي هو بمعنى انها حيه جميله وبناسها وفيها خير وفيها كل حاجه. ووجهه نظر تانية بتقول ان مصر حيه انها حاجه زي افعى مثلا او حاجه زي كده. يعني فدي وجهتين نظر هو عارضهم بطريقه ساخره وجميله. يعني فانا هنا رمزت له مصر. فتخيلت ان انا مثلا بسال ناس في الشارع مصر كده ولا مصر كده، ففي اللي بيقول لي مصر كده اللي هو مصر حيه، وفي اللي بيقول لي مصر كده اللي هو مصر مش كويسه. بمعنى الافعى بمعنى الافعى. فانا عملت الايد اللي تحت دي اللي هي بتقول ايوه كده، وعملت عليها بقى الكويس في مصر اللي هو السياحه والاهرامات. بس انت خليت اللي عامله كده تحت واللي عامله كده فوق. دي وجهه نظر. لا اللي عامله كده يعني اللي فوق هي اللي بالمعنى السلبي واللي تحت بالمعنى الايجابي ونايمه. جميل. دي وجهه نظر المؤلف؟ لا دي مش وجهه نظر المؤلف ولا وجهه نظر الفنان؟ لا ما هو طبعا من وجهه نظر المؤلف اولا في كتابته، عشان على اساسها انا بدات اعمل ده. فحطيت بقى اللي هو الاهرامات والناس اللي بتشجع والمش عارف ايه، وفوق السلبيات اللي موجوده في مصر وحاجات زي كده. واللي هو المشاهد يختار بقى انت مع الايد دي ولا مع الايد دي. طيب